السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ النهارده بإذن الله هنكمل الجزء التاني لأول درس معانا في التاريخ وهو ثورة 23 يوليو 1952. بالنسبة للجزء النهارده سنة تالتة احنا هنتكلم عن أحداث ثورة 23 يوليو 1952. يا ترى ايه اللي حصل في اليوم اللي حصل فيه ثورة في مصر في سنة 1952؟ طبعا عارفين ان في اليوم 23 يوليو في أول اليوم في الصباح بالنسبة للضباط الأحرار فهم تحركوا واستطاعوا ان هم يسيطروا على كل المواقع المهمة اللي موجودة في القاهرة واسكندرية، وبالتالي أصبحت القاهرة كلها تحت سيطرة قوات الثورة. بعد ما سيطروا على القاهرة وعلى كل المواقع المهمة يا ترى هيعملوا ايه؟ هيصدروا بيان يعني زي كده يعتبر خطاب في الإذاعة، وطبعا وهيتكلموا عن إنهم قاموا بثورة أو بدأت ثورة 23 يوليو. وبالفعل في الساعة 7:30 في صباح 23 يوليو 1952 أذيع البيان الأول للثورة من دار الإذاعة المصرية باسم اللواء محمد نجيب. ولكن اللي اتكلم مين؟ اللي اتكلم كان محمد أنور السادات. يعني البيان أذيع بصوت محمد أنور السادات ولكن كان باسم اللواء محمد نجيب. وبموجب هذا البيان أو بسبب هذا البيان أصبح اللواء محمد نجيب مسيطرا على جميع قطاعات الجيش المصري. وبكده خلاص هي بدأت الثورة. طيب ايه مطالب الثورة من الملك فاروق؟ الثورة كان ليها مطالب من الملك فاروق ان هو اول حاجة يتنازل عن العرش لابنه احمد فؤاد الثاني اللي في التوقيت ده كان طفل اصلا. 2 ان هو يغادر البلاد في الساعة 6 من مساء يوم 26 يوليو 1952. بالنسبة للملك فاروق بالنسبة لموقفه من المطالب دي هو وافق طبعا على مغادرة البلاد، وفعلا هو وأسرته غادروا البلاد حتى كان قبل موعد الذي تم تحديده من قبل الثورة. طيب ليه؟ بما تفسر. عايزين نفسر موقف الملك فاروق ازاي هو حتى يعني من قبل ما يجي الميعاد اللي كان محدد ليه ان هو يغادر البلاد هو غادر البلاد بالفعل هو واسرته. ليه؟ بما تفسر. وافق الملك فاروق على مغادرة البلاد وهو وأسرته قبل الموعد الذي تم تحديده، ده لأنه أدرك أن الجيش والشعب يكرهان حكمه بالإضافة إلى تخلي الإنجليز عنه. بما أن الثورة نجحت بالفعل فكان لها أكتر من إنجاز في كافة المجالات. يعني عندنا إنجازات الثورة في المجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال العربي الدولي. أما بالنسبة للمجال السياسي سنة تالتة فهو بيتلخص في 6 نقاط. إن هو في ديسمبر سنة 1952 تم إلغاء الدستور 1923. أما يناير 1953 فهو تم فيه إحلال أو حل الأحزاب السياسية. أما يونيو في 1953 فهو تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وعين اللواء محمد نجيب أول رئيس للجمهورية المصرية. الكلام ده كان في إمتى؟ كان في يونيو 1953. أما في أكتوبر 1954 ده طبعا تم توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر والتي تقرر فيها جلاء القوات البريطانية عن مصر خلال 20 شهرا من توقيع الاتفاقية. أما في 18 يونيو 1956 ده تم فيه رحيل القوات البريطانية عن مصر بعد احتلال دام أو فضل ل74 عاما، فأصبح هذا اليوم عيدا للجلاء. أما في يوليو 1956 تم فيه تأميم شركة قناة السويس البحرية وأصبحت منذ هذا التاريخ شركة مصرية بإدارة مصرية. بالنسبة لتاني مجال أو تاني إنجاز للثورة وهو كان في المجال الاقتصادي. اقتصاد يعني زراعة وصناعة وتجارة. أما بالنسبة لإنجازات ثورة يوليو في الزراعة فإحنا سنة تالتة هنتكلم عن إن هو كان في التوسع في استصلاح الأراضي، يعني كانوا بيستصلحوا أراضي أكتر، ده طبعا لزيادة الرقعة الزراعية، يعني الأراضي الزراعية اللي تكون مزروعة في مصر مساحتها هتكون أكتر. زائد إن هم أنشأوا السد العالي وتم إنجازه في سنة 1971 وده كان بهدفين. هدف حماية البلاد من خطر الفيضان وتخزين المياه وتوليد الكهرباء. أما بالنسبة سؤالنا هنا على النقطة دي فهو هنا دلل كان للثورة 23 يوليو إنجازات في المجال الزراعي.
ليه؟ طبعًا هنجاوب النقطتين دول أو إيه الدليل؟ الدليل التوسُّع في رقعة الأراضي الزراعية وإنشاء السد العالي. بالنسبة للصناعة سنة تالتة طبعًا معروف إن إنجازات الثورة في الصناعة كان ليها أكتر من إنجاز، الدليل على ده إن هم أنشأوا العديد من المصانع منها مصنع الحديد والصلب اللي موجود في حلوان، ومصنع الأسمدة اللي موجود في أسوان، وكمان إن هم اهتموا بالتعليم الصناعي ومراكز التدريب المهني بحيث إنه يكون عندهم كوادر في الصناعة، زائد إن هم اهتموا بالبحث والتنقيب عن البترول، مش بس كده لأ كمان أنشأوا معامل لتكرير البترول اللي بيبحثوا وبينقبوا عنه. فأنا سؤالي هنا كمان دلل كان لثورة 23 يوليو طبعًا إنجازات صناعية، منها إيه أو الدليل إن هو إنشاء المصانع والاهتمام بالتعليم الصناعي والاهتمام بالبحث والتنقيب عن البترول. أما آخر فرع من فروع المجال الاقتصادي وهو التجارة، الثورة كانت مهتمة بالتجارة والدليل إن هم فتحوا أسواق خارجية جديدة علشان يسوقوا فيها المنتجات المصرية، وكمان عملوا حاجة اسمها تمصير البنوك وشركات التأمين وشركات التصدير والاستيراد. يعني إيه تمصير؟ يعني جعلوها مصرية، أساسها مصري، هي إيه؟ البنوك وشركات التأمين وشركات التصدير والاستيراد، وده اهتمامهم في التجارة وده الدليل على إن هم كان ليهم إنجازات في التجارة. أما في المجال الاجتماعي سنة تالتة الثورة كان ليها إنجازات إن هي عملت أكتر من إنجاز، هما 6 إنجازات. أول حاجة قضوا على الإقطاع، والإقطاع ده اتخلصوا منه من خلال صدور قانون الإصلاح الزراعي الأول اللي كان في سنة سبتمبر 1952. طبعًا ثم صدور قوانين أخرى للإصلاح الزراعي حددت الملكية الزراعية في النهاية ب50 فدان مما زاد من تملك الفلاحين للأرض الزراعية، يعني ما يكونش للشخص أكتر من 50 فدان بحيث إن كل الفلاحين يتملكوا الأراضي الزراعية، ما يكونش في عدد محدد أو عدد قليل جدًا اللي من حقه أو هو من يملك الأراضي الزراعية. 2 مجانية التعليم. عشان كده الثورة جعلت التعليم في كل مراحله قبل الجامعي والجامعي بالمجان، وزائد إن هم أقاموا الوحدات الصحية والجمعيات الزراعية، وكمان حددوا ساعات العمل وإشراك العمال في مجالس إدارة الشركات والمصانع وتحديد نسبة لهم من الأرباح، زائد إن هم أصدروا قوانين للتأمينات الاجتماعية والمعاشات للموظفين والعمال، ومنح المرأة حق الانتخاب والترشح لمجلس الأمة اللي هو مجلس النواب حاليًا. آخر مجال من مجالات إنجازات ثورة 23 يوليو طبعًا ما ننساش المجال العربي الدولي. يعني إيه سنة تالتة؟ يعني ما اكتفتش الثورة إن هي تقوم بإصلاحات وإنجازات في داخل البلد، لأ كمان ده هي حاولت تنجز أو تطور تقدم المساعدة للدول العربية والأفريقية. يعني مثلًا كده عندنا إن هي ساعدت الدول العربية والأفريقية علشان تحصل على الاستقلال بتاعها، زي كده السودان والجزائر وتونس والمغرب والكويت والعراق واليمن وكينيا، زائد إن كمان إن هم أيدوا وساندوا حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة طبعًا عاصمتها القدس الشريف، زائد إن هم حققوا أول تجربة للوحدة العربية وكانت بين مصر وسوريا في فبراير 1958، وكسروا الاحتكار السلاحي العالمي بعد ما عقدوا صفقة سموها صفقة الأسلحة الشرقية، وساهموا في تشكيل حركة بنسميها حركة عدم الانحياز، يعني اللي هو عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية والغربية، وظهور دور مصر الرائد في كل من الهند يوغوسلافيا سابقًا طبعًا، بالإضافة إلى إندونيسيا اللي انعقد فيها مؤتمر باندونج في سنة 1955.